بيبدأ الفيلم مركبات استكشاف للكائنات الفضائية وهي بتفقد التحكم وبتقع في الأرض، وبنروح للمنظمة ألفا وهي بتطلع الكائنات الفضائية وبتوديها على المختبر، وبيعرفوا إن في واحد منهم ناقص وبنسيبهم بقى وبنروح لمكان تاني، وبيكون في فتاة ماشية بطريقة غريبة وبتروح عند حوض أسماك كده وبتاخد تعبان وبتاكله وهو لسه حي، فبيستغرب الباقي ولسه هيكلمها فبتخلص عليه، فبيجي العصابة اللي في المكان عشان يكلموها ولا يشوفوا ايه الطفلة دي اللي جابها هنا، ولكن برضه بتخلص على كل اللي في المكان، وبتروح عند واحدة عجوزة وبتاخد شكلها، وبنعرف بقى ان ده الطفيل المفقود، وبنسيبهم بقى وبنروح لبطلنا ايدي اللي بيكون سايل بسكليتة ومشغل اغاني ومش فارقة معاه حاجة، وبنعرف ان هو شغال صحفي وفي اي حاجة في اي مكان بيتكلم عنها، وبيكون مشهور بسبب ان هو ما بيسيبش اي حاجة الا ما بيكشفها على حقيقتها، وبيكون خلص شغله وراجع لمراته، وبيسيبهم بقى هم يقضوا اللحظة وبيروحوا للمنظمة ألفا، وبنعرف ان المنظمة دي منظمة سرية جدا، وبيكونوا هم شغالين على تجربة بيدخلوا ارنب مع كائن فضائي، واول ما الكائن الفضائي بيشوفه بيخشوا جوه جسم الارنب، وبيكونوا هما الاتنين متطابقين مع بعض، ولكن عمنا دون صاحب المنظمة ما بيسكتش على كده وبيجرب ان هو يعمل التجربة على انسان، بيجيب واحد كان محكوم عليه بالاعدام وبيدخله مع الكائن الفضائي، والتاني يعني الحزين كان فاضل شوية يعملها على نفسه، فبيطمنه وبيقول له يا عم ما تقلقش انا معاك في اي حاجة هطلعك، ولسه هيكمل كلامه وبيكون الكائن الفضائي داخل جوه جسمه، فلسه الحزين ده هيفرح ويقول له مفيش اي حاجة حصلت لي، مرة واحدة بتجيله تشنجات وبيطلع منه الكائن الفضائي وبيكون حرفيا كل كل احشاء جسمه من الداخل وما سابش فيها اي حاجة، وبنعرف بقى ان التجربة ديت فشلت فشل ذريع، وعمنا دوم بقى عشان يغطي على الابحاث والتجارب اللي هو عاملها بيقرر ان هو يقابل الصحفي ايدي، لان ايدي مشهور والناس كلها بتثق فيه، بنروح بقى لايدي وبنلاقيه واقف مع المدير بتاعه، والمدير بتاعه بيقول له انت عارف كده انت لو قابلت في المقابلة ديت اللي هو مع رئيس شركة الفا فانت حرفيا هتنطرد من شغلك وحبيبتك كمان هتنطرد، ولا يا عم انا ما يشغلنيش لا تقلق كله بيكون تحت السيطرة، بنروح بقى عند دون وبنلاقيه كان واقف مع الفريق بتاع الابحاث بتاعه، واحد بيقول للصحفي اللي انت مكلمنا عليه جاي اهو وصل يلا بقى عشان تقابله، بيقول له تمام وبيعتذر من الفريق بتاعه وبيروح للصحفي ايدي، وايدي بيساله بيقول له بص مبدئيا كده ولا سلام ولا كلام، جاوبنا على الاسئله ديت قبل اي حاجه، اول حاجه المركبه اللي وقعت ديت انت ما اتكلمتش عنها ليه، اما تاني حاجه بقى وايه الكائنات الفضائيه اللي انت جبتها وبتعمل عليها تجارب وبرضك ما اتكلمتش عنها، فاول ما بيسمع كده دون على طول الحراس بتاعه بيجوا وبيفصلوهم مع بعض، وبيبقى كده بقى المقابله اتفشلت، وبياخد بعضه ايدي وبيطلع بره وبيلاقي حبيبه القلب مستنيها وبتقول له بسبب افعالك الطايشه اللي انت عملتها ادينا انطردت من الشغل، خد يا عم الخاتم، وبتديله الخاتم وكده بتكون انفصلت عنه خالص، فهو لسه بيقول لها استنى انا هفهمك انا عملت ايه، ما بتعبروش وبتسيبه يتمشى، وهو من كتر الحزن اللي فيه بيروح يقف على افضل مكان فيه ويتامل في اللي حصل ويبص لخاتم مراته، لحد اما واحده بترن عليه وبتقول له لو انت عايز تكشف دون وتكشف كل الابحاث اللي هو عاملها تعالى لي دلوقتي، فبقول لها بس كده انا جاي حالا، وبنروح لواحده اسمها اليزا بتكون سايقه العربيه وهي داخله المنظمه الفا، وبنعرف ان ايدي مستخبى جواها معاها في العربيه ومحدش بيشوفهم وبيخش جوه، وكان في حارس من الدوريه بالليل كان هيشوفهم ولكن هي بتروح تلهيه وهو بيخش يصور كل حاجه، حرفيا ما بيسيبش اي حاجه، وبيبقى مستغرب من الكائنات ومستغرب من التجارب اللي حصلت، وبيبقى خلاص كده خلص وهيطلع بيلاقي في واحده بتقول له ساعدني ورا، فهو بيفكرها ان هي محبوسه وما يعرفش ان ده اصلا كائن برضه داخل جواها، فبياخد الطفايه وبينزل تكسير في الازاز لحد ما بيخلص وبيطلعها، لحد ما الكائن بيطلع وبيخش فيه وهو ما بيكونش واخد باله، وبتكون الانذارات اشتغلت من كل مكان، فبياخد بعضه وبيروح على طول على البيت، ولكن ما بيلحقش يقعد لان في حراس بيخش عليه، كان اللي جواه بيقول له نزل ايدك، بيقول له لا يا عم طلعها وربنا ما بمزاجي يا جدعان، فهو يجي ينزل ايده فبينهم اللي جواه يطلع ايده، هو يجي ينزل ايده فبينهم يطلع ايده، ويبقى مش عارف ايه اصلا اللي بيحصل له، بينهم بينزل تكسير فيهم، وحرفيا ايدي قاعد يعتذر لهم لانه اصلا مش عارف هو بيعمل كده ازاي، واخر واحد بيقول له قول بح بح، بيقول له بح بح، وايدي طبعا بيقول له يا عم ما تزعلش بقى، وروح بقى لدونه باللي قاعد يراقب ايدي اصلا وهو قاعد ينزل تكسير في الوحوش، ومستغرب ازاي هو بقى عنده تحكم كامل كده وهو اصلا ما ماتش لحد دلوقتي كده ازاي مش عارف، فبيقرر ان هو يجيبه باي طريقه، فبيبعت له كل القوات بتاعته، وايدي نزل تحت الشارع وبيكون مستغرب المنظر اللي هو فيه، وبيقول انا الطفيل البشع ده، فبيلزقوا بينهم وبيقول له بقى انا طفيل يا كلب تقول لي انا كده، بقول له يا عم خلاص انا اسف احنا هنعمل ايه هموت دلوقتي والله هنعمل ايه بسببك انا حياتي كلها اتدمرت انت بسبب، بيقول له ما تقلقش كله هيكون تمام، فبيلاقوا على دراجه فبيركبوها وبيكون فينوم هو اللي سايق، وحرفيا ايدي عليه ان هو ينبهر، وبيكون عربيات من كل مكان بتطارده، والطائرات الدرون برضه بتسجل اللي بيحصل وبتطارده، هي نفس الحكايه، بيكون في طائره هتخبط فيه ولكن فينوم بيلعب باب العربيه وبيصد الطائره لما تيجي في ايدي، وبيكون برضه في عربيه طيران قدامهم مسدين الطريق ولكن فينوم بيوسعهم بايده، وكده بقى بدات الحكايه تحلو، وايدي بقى يحس ان هو فرحان،
فبيقرر ان هو يسيء، ويعني الحزين ده بيلبس على طول وبيقع، وبيقول له فينو ما هو شفت بقى بغبائك انت في ثانيه بنوع على طول. بيكون الحراس اتلموا عليه وخلاص هيمسكوهم ويودوه، ولكن فينو مره واحده بيكون عالج كل الجروح اللي في ايدي وضرب الحراس وخدوا له الميه. بيكون هما الاثنين عملوا مده طويله وقعدوا هما الاثنين مع بعض. فايدي بيقول له بص بقى كده انا عايز افهم انت مين وايه اللي بيحصل. فبيطلع له كده فينو من جنبيه وبيقول له بص يا صاحبي من الاخر كده انا حبيتك وحبيتك على عيوبك، على ان افعالك طايشه وغبي بس انا حبيتك. بيقول له برضه افعالك طايشه يعني انت ومراتي. بيقول له عم بس ايه ده، بس انا كده اسمي فينوم. اول ما تاني حاجه بقى مش انتوا اللي عصرتوا علينا في الفضاء، لا احنا اللي عصرنا عليكم وكنا نازلين لكم اصلا. بيقول له عشان كده يعني تمام. وبكون انا يا اخواتي المشاهدين ووصلنا لنهايه حلقتنا. اتمنى تكون عجبتك، وحط بقى لايك واشتراك وكومنت جميل، ويلا سلام.